السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة عيد الأضحى. وصفة قاطو ساهل، يعني صبر رشراش، ولكن بطريقة يعني فيه تعديلات. درت له الحشو كما راكم تشوفوا، درت له أيضا المعجون من الفوق، درت له القرقاع، يعني جا روعة روعة صدقوني، جا ما شاء الله. إن شاء الله تجربوه في هذا العيد ويعجبكم. وهذه حاجة سهلة، يعني توجديها في وقفة وانتي واقفة هكا، توجديه ديري السني. ديري مرة واحدة يعني في سني وتقطعيه وتحطيه في العيد ان شاء الله. المهم هنايا كما راكم تشوفوا انا درت سنيوه تاع زوج حبات بيض، يعني دات لي زوج حبات بيض هذه السنيوه. انتوما يعني هذيك العجينه كاع الا درتوها وتزيدت لكم ماكمش خاسرين فيها، تنجموا ديروها طابع ولا ديروها يعني اي حاجه، اي كاطو واحد اخر. المهم هنايا درت زوج بيضات، درت وحده ليكستري فاني كما راكم تشوفوا، درت لافاني. هنا لافاني اللي عندكم ديروها بودر ولا ليكيد. درت هنا مبشور ليمون، كما تعرفوا صب الرشراش يبغي المبشور تاع الليمون. درت كميه مليحه تاع حبه يعني كبيره، ربيتها. درت هنايا نص كاس سكر، وهنايا كما راكم تشوفوا نص طالع شويه تاع زيت. نضرب هنا البيض مع السكر، نخلطهم مليح نحسهم هكا شويه، يعني ماشي يبيضوا كيما نديروا لا جنواز، وانما شويه كتحسوهم بدات لا كولور تاعهم تكلاغا. نديروا لهم الزيت. هنا تضيفي الزيت يعني خطره واحده، ضفت كامل هذيك الكميه، قلت لكم من نصف طالع شويه، يعني نصف كاس ونزيدوا له شويه الفوق هكا باش يجينا يذوب. نضرب هذا المكونات مع بعض غير بالخلاط ولا يعني بالفوي كما تبغوا، نخلطهم هكا مع بعض ومن بعد نبدا نضيف لهم في الفرينه. هنايا انا ضفت ملعقه كبيره تاع لحظه، تعطيها واحد لا كولور للصب الرشراش تاعنا، تعطيه كولور شابه بزاف، وايضا بنه تاني مليحه. هنا تنجموا تستغناو عليها الا ما كانش عندكم اللحظه. هنايا نبدا نضيف الفرينه، من الافضل انكم تغربلوها. نبدا نضيف الفرينه تدريجيا، نضيف لها وحده تاع لا ليفور، نخلطها مع الفرينه. هنا كنت نسيت اللحظه ومن بعد ضفتها، ضفت ملعقه تاع لحظه. كما قلت لكم تنجموا تستغناو عليها اذا ما كانش عندكم. انا نبغي هذاك لو غو تاع الحليب كيجي في الكاطو. عفوا. نخلط هنايا هذه المكونات مع بعض ونبدا نضيف في الفرينه تدريجيا حتى تكون عندي عجينه تكون طريه، يعني تكون كيما تاع الطابع او الطورنو كما يقولوا له في الغرب، كيما تاع الطابع. نبدا نضيف في الفرينه تدريجيا، يعني ما نحطش خطره واحده هكا نيبسها، نضيفها تدريجيا حتى تتكون عندي عجينه. هنا يتخلطي بسباتشولا هكا ولا بيدك، يعني هكا تساعدك اكثر. كما راكم تشوفوا راني غير نزيد في الفرينه تدريجيا. هنا مازال ما وصلتش للقوام اللي راني نحوس عليه. نضيف الفرينه تدريجيا كما قلت لكم، ما تكثروش الفرينه سينون تنشف لكم وتحصلوا فيها. هنا نبدا نضيف في الفرينه غير بالعقل حتى نوصل للقوام اللي راني نحوس عليه. يعني شوفوا كيفاش هكا مازالت جاريه. نضيف لها حوالي ملعقه او حوالي ملعقه تاع اكل فارينه هكا، واه ملعقه ونخلطها، ندخلها مليح في هذيك العجينه.
ومن بعد نرفد الكميه تاعي ونحطها في السنيوه اللي نكون دهنتها بالمارغرين. لازم تدهنوا السنيوه تاعكم مليح هكا باش تضمنوا ما يلصق لكمش. من الاحسن تدهنوها بالمارغرين ماشي بالزيت، لانه رانا خادمين الكاطو تاعنا بالزيت هكا اموا تعطيه شويه لو غو تاع المارغرين. هنا بالنسبه لليكستري تنجموا ديروا ليكستري تاع المارغرين اللي تبغي الذوق تاع المارغرين يجي في الكاطو. كما راكم عارفين خدمناها غير بالزيت، كون نديروا لها ليكستري تاع المارغرين يتماشى معاها بزاف. هنايا كما شفتوا هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. درت كميه ونشمخ يدي غير بشويه هكا تاع الزيت، ولا ندهن يدي بشويه تاع الزيت ونبدا نحل هكا باش ما تلصقليش العجينه في يدي. ونبدا نضيف كل ما شفتوا باللي مازال خاصه العجينه نضيفوه. هنايا لازم ديروا طبقه رقيقه، لانه ما تنساوش باللي رانا دايرين الخميره. وايضا العجينه هنايا طريه، يعني تطلع لكم غايه هكا، ما يجيش الكاطو تاعكم خشين بزاف وما يجيش رقيق بزاف. هنايا كملت كامل الكميه حطيتها بجيه، وجبت هذيك اللي كانت باقيت لي ضفت لها حوالي ملعقه تاع اكل كبيره تاع فرينه، وبديت نخلط حتى تكونت عندي عجينه متماسكه. هذه العجينه كيفاش نديروها في كيس بلاستيكي ونحطوها في المجمد هكا باش ننجمو نرابوها في السكرفاج او في العراب. شوفوا اني قطعتها هكا بين زوج باش ننجم ودرتها رقيقه شويه هكا باش تكونجلالي بالخف. حطيتها في الكونجيلاتور وجبت العجينه تاعي هنايا ضفت لها المعجون. هنايا هاد لابواط كامله كملتها على هذا الكاطو، يعني درت تقريبا خليت ربع الكميه من هذا المعجون حطيتها من الفوق. يعني درت هاد لابواط درت يعني رطل، هذه تاع رطل درتها كامل، يعني درت كامل الكميه وخليت منها كما قلت لكم ربع حطيته من الفوق زوقت به، يعني دهنت به الكاطو تاعي من الفوق. هنايا نتوما لكم الاختيار، تنجموا ديروا الكميه اللي تبغوها، يعني كل ما تكثروا المعجون طبعا يجيكم بنين. المهم ما ديروش فوق الحد يعني هكا باش ما يخرج لكمش في الجوانب وينحرق لكم. هنايا درت انا الكميه اللازمه. وهنا كان عندي القرقع، صدقوني هذا القرقع يعطيها واحد البنه رائعه، يعني يبدل لها كامل لوغو تاعها. هنا حمصت هذاك القرقع شويه ودرته في طورشون وضربت غير هكا بالحلال حتى يعني نطحن لي كما راكم تشوفوا. حطيته وجبت هذيك العجينه تاعي اللي كانت جمدت في المجمد، جبتها وبديت نرابي فيها كما راكم تشوفوا في الخشين. طبعا ما نديروهاش في الرقيق، واللي تبغي ديرها في الرقيق ديرها، يعني في الخشين تجيني احسن. وهنايا كما راكم تشوفوا هذه الكميه جاتني سوا مع السنيوه. اللي تبغي المقاس نقولها المقاس تاع السنيوه تكتب لي في لي كومونتير وانا نجاوبها هكا باش نعرف بلي راكم مهتمين بالوصفه. هنايا كان باقي لي القرقاع، جبت شويه هكا هرمشت هكا من الفوق، يعني قطعه تكون مليحه. ومن بعد درت حبات تاع القرقاع هكا زوقت بهم باش كي نقطع الحبه تجيني يعني تجيني فيها فوقها هكا حبه قرقاع. جا الشكل تاعو روعه، يعني هو قاطو غير ساهل ويعني صب الرشراش معروف، ولكن جربوه بهذه الطريقه. انا اكيد راح يعجبكم. شوفوا الشكل تاعو هذا، وانا حمرته مليح. نبغي الكاطو يجي حمر وطايب مليح. نتوما بغيتوه دوغي شويه كيما تبغوا، المهم كل ما تحمروه يجي شباب صدقوني روعه. هذا هو الشكل النهائي تاعو جربوه وان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش بلي لايك والابوني ولي كومونتير الحلوين. نشوفكم في وصفة قادمة ان شاء الله. بقوا على خير.